إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وأنعم وبارك على هذا النبي الأمي الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، وإنما هو شعب كثيرة. شعب هي القطع أو الأجزاء. 70، البضع من 3 إلى 9، أي 73 أو 79 شعبة أو 60. أفضل هذه الشعب التي تشتمل على فضائل القيم والأخلاق أفضلها قول لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله في المرتبة الأولى وفي الدرجة العليا. أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة الأذى من طريق المسلمين. فإذا كان فعل إماطة الأذى عن الطريق مشمولا بالإيمان هو أدنى مراتب الإيمان، فإن الارتقاء إلى أعلى مراتب الإيمان الذي هو قول لا إله إلا الله يتطلب الجد والاجتهاد في تحصيل المقدور من 70 شعبة أو 60. يعني الواحد باش يوصل لهذه الدرجة العالية تاع أفضل مراتب الإيمان وأفضل هذه الشعب الذي هو قول لا إله إلا الله، وللأدنى ديالها هي إماطة الأذى عن الطريق، خاصو يحصل هاد جميع الشعب اللي بين 73 أو 79، بين لا إله إلا الله اللي في المرتبة العالية وبين إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب منها الحياة، منها الصدق، منها البر، منها الإخلاص، هي كثيرة. هي مكارم الأخلاق المزكية للنفس والمقومة للسلوك. والتنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على إماطة الأذى عن الطريق دليل على أن جميع الأعمال مهما كانت الأعمال صغيرة أو كبيرة أو محتقرة فهي معتبرة شرعا.
بشرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أي عمل كتديرو يرضي الله سبحانه وتعالى وتبتغي به وجه الله فلا شك أنه معتبر شرعا، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبله منك ويجازيك عن ذلك أحسن الجزاء. ولا يوجد أي عمل غير معتبر شرعا. والمقصود أيها الأفاضل بإماطة الأذى عن الطريق الذي هو أدنى هذه الشعب أن تزيل الأذى عن الطريق، أن تزيل الأذى من طريق الناس من حجر شوك أو زجاج أو أعواد أو غير ذلك أو كل ما يمكن أن يحول بين الناس وبين انتظام سيرهم في طريقهم، أو يمكن أن يلوث ملابسهم ويؤذيهم برائحته المنتنة. اللي كتلقى شي حاجة وتجي تحيدها من الطريق باش ما يتأذوش بها عباد الله، هذا من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فكل ما كان أذى في الطريق فأزلته فإنك بذلك قد آتيت شعبة من شعب الإيمان، على الأقل هذا الأدنى ديال شعب الإيمان الذي هو إزالة الأذى عن الطريق. إذن فالعناية بطريق المسلمين والاهتمام به خلق من خلق الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، خصلة من خصال الإيمان، وعمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى. عباد الله، بيّنت السنة في عدد من الأحاديث فضل إزالة الأذى عن الطريق ورغبت في ذلك، وجاء الوعد الصادق لمن اعتنى بذلك. وفي ضد ذلك الذي يؤذي الناس في طرقاتهم جاء الوعيد الشديد على من آذى الناس في طرقهم ولوث طرقهم وجلب لهم الضرر. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق من أحسن الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة رآها لما عرج به إلى السماوات العلى في حادثة الإسراء والمعراج، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المرة فأزالها من طريق الناس، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة، يتقلب في الجنة بسبب أنه قطع هذه الشجرة من طريق كانت تؤذي الناس. فهذا الحديث يدل على أن المسلم الذي يرفع الأذى عن طريق الناس ويفتح لهم الطريق ليسلكوه فهذا من أهل الجنة، فهذا من أهل الجنة وينال بذلك الثواب العظيم. وفي حديث آخر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إزالة الأذى كيفما كان نوع الأذى، أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. السلامة هو العظم، هذه العظام والمفاصل، أنها يصبح كل يوم على كل واحد من الناس صدقة في عضو من أعضائه، في كل مفصل من مفاصله، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة.
وتميط الأذى، أي تزيل الأذى عن الطريق صدقة. فانظر إلى خطى المسجد والكلمة الطيبة والإصلاح بين الناس، هذا كلهم في هذا الحديث. ثم إماطة الأذى، فصار من جملة الأعمال الصالحة التي ينتفع بها العبد وتكون صدقة منه شكرا لله على سلامة قواه. انظروا رحمكم الله كيف يحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إلى أن يعتني بهذا الأمر ويهتم به غاية الاهتمام، ولا يحقر نفسه من أذى يزيله عن طريق الأمة فيحفظ بها أمنها واستقرارها. كاين تجي تحيد غير واحد القشرة ديال الموز ديال البنان من الطريق وتدي بها الأجر، الحمد لله اللي كانت ربما يقدر يجي شي واحد ويزنق وتكون سبب أنها تكسر له الرجل ديالو أو شيء من مفاصله، فتكسب بذلك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الأمور أيها الأحباب الكرام لا ينبغي أن نحتقرها وأن نقلل من شأنها، لكن المصيبة أننا نرى عكس ذلك من الناس من يتعمد إلقاء الأذى في الطريق بلا خجل ولا حياء ولا مبالاة. تراه يسير في الطريق وهو يأكل ويشرب، فإذا انتهى من أكله وشربه فتح زجاج السيارة وألقى علب المشروبات أو المأكولات أو ما فضل عنه من بقايا الطعام والشراب في الطريق، ناسيا أن ذلك قد يسبب حوادث أو قد يربك السير أو قد يجلب ضررا بالآخرين، وهو لا يبالي بذلك، لا يبالي هل تسبب حوادث أم هل ستلحق ضررا بالآخرين، ولا يبالي بذلك. لماذا؟ لأنه لا يهتم إلا بنفسه ولا يهتم إلا بذاته وشخصيته. أما منافع الآخرين ومصالح الآخرين والعناية بالآخرين فهذا أمر لا يبالي به ولا يهتم به. يدل ذلك أيها الأفاضل يدل على ضعف الإيمان وقلة الحياء. ضعف الإيمان وقلة الحياء، لكي مثل هذه الأفعال فهو قليل الحياء ضعيف الإيمان، فهذا الإنسان لم يربى التربية الصالحة. ولذلك بالمناسبة ينبغي أن نربي أبناءنا على مثل هذه التصرفات. إن الوليد ديالك ياكل شي فاكهة ويرمي القشور في الشارع، تنبهوا وتنصحوا وتوريه كيفاش يهز هذاك الشيء ويديه يرميه في المكان المخصص له. ينبغي أن نربي أبناءنا ونعودهم على مكارم الأخلاق، لأن العناية بمصالح الأمة وبمرافقها أمر إيماني أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. رفع معاذ بن جبل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رفع حجرا من الطريق فقيل له لماذا؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رفع حجرا عن الطريق أزاله كتب الله له به حسنة، ومن كتب الله له به حسنة غفر له، ومن غفر له أدخله الله الجنة. ومن غفر له أدخله الله الجنة. فكان أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنون بهذا الأمر العظيم ويهتمون به رجاء للثواب المترتب عليه. فليكن لدى المسلم معلوما أن من لم يحترم طرق المسلمين ولم يعتني بها يدل على نقص إيمانه، وأن العناية بها والاهتمام بها خلق إيماني، لأن العناية بها كما ذكرنا شعبة من شعب الإيمان، فمن لم يعتني ذهب عنه ذلك العمل الصالح وفاته هذا الثواب العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. عباد الله، وقفنا في الخطبة الأولى عن فضل إزالة الأذى عن الطريق وما يترتب على ذلك من الثواب العظيم. وفي المقابل أيها الأفاضل
فإن إلقاء الأذى في طرقات الناس وإيذائهم من مساوئ الأعمال، وهو أمر مخالف للشرع ومعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل من يؤذي المسلمين في طرقهم بأي نوع من أنواع الإيذاء الحسي أو المعنوي فهو مستحق للعنتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. فهذا الحديث يفيد أن إيذاء المسلمين في طرقهم يسبب لعنهم لفاعلها، وربما لحقته لعنته لأنه هو المتسبب في ذلك، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. فمن آذى المسلمين فأصابته لعنته فلا يلومن إلا نفسه. والأذى كلمة عامة تشمل كل ما من شأنه أن يؤذي الغير ويضرهم ويؤخر حقوقهم قولا كان أو فعلا. ولا بأس أن نشير باختصار إلى بعض صور الإيذاء التي يفعلها الناس في الطرق العامة. من هذه الصور تضييق الطرق، تكون الطريق تسعة وكيجي هو كيبدا يسبب أن الطريق غادية وكتضيق، كيبدا يأخر المصالح تاع الناس ويسبب في الإيذاء ديالهم. تضييق الطريق أو إغلاق السير في وجه المارة. منها أيضا بناء شيء أمام باب الدار يسبب في تضييق الطريق، كأن يبني دكة للجلوس أو عتبة أمام بيته تتضرر بها الطريق، أو يخرج درجا ويأخذ من الشارع والطريق ما يضر المارة والسيارة فيتصرف وكأنه في ملكه فيؤذي غيره. منها أيضا نشر البضائع خارج الحدود المخصصة لمكان البيع مما يؤذي المارة. منها أيضا إزعاج السائرين في الطريق عن طريق المنبه الصوتي، هذا أيضا من صور الإيذاء. منها أيضا إلقاء قشور الفواكه في الممرات. منها أيضا إراقة المياه الملوثة، يجي الواحد كيخوي الماء عزكم الله ملوث فيؤذي به الناس ويتأذون في ملابسهم وقد تنجسوا وقد يكون سببا في تنجس ثيابهم. فهذه التصرفات احنا كثير ما كنديروها دون أن نبالي. ومنها أيضا الجلوس في الطرقات وإيذاء المارة والتطلع على شؤون الآخرين أو الوقوف أمام الأبواب تاع المنازل والنوافذ باش يبقى يطلع على البيوت ديالهم شنو فيها ولا على النوافذ، فهذا أيضا مما يؤذي المسلمين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا وآخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، تقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأزكى تسليماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وانصر اللهم من قلته أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك عبدك الخاضع لجلالك جلالة الملك محمد السادس. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا،
اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه ووفقه لما تحب وترضاه، واحفظه في ولي عهده الأمير مولاي الحسن وفي كافة أسرته الشريفة إنك سميع مجيب. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. واجعل اخر كلامنا من هذه الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.